حبايبي، اهلا وسهلا بيكم في قناتي واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفيست الحلو ده. الفيست ده لعمر سنة. ممكن حضرتك تكملي الاكمام بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الصدر ويبقى جاكيت مفتوح بشتوي. وممكن كمان حضرتك تقفلي الجزء اللي قدام وتسيبي بس فتحة للصدر من فوق وتخليها دي الخلف. ده بالنسبة لي ده الأمام. ممكن حضرتك تسيبيها الخلف وتعمليه فستان لطفلة. يعني حضرتك ممكن تطوعي الموديل للحاجة اللي حضرتك عايزاها. دي مقاسات سنة، وانا هكتب لحضراتكم المقاس بالمظبوط، كل المقاسات بتاعة الفيست ده. بس هوريه لحضراتكم. احنا دايما بنبقى عايزين ناخد عرض الكتف. انا كل الحاجات دي هكتبها لكم. هاخد عرض الكتف، هاخد طول حردة الكم، وهاخد دوران الذراع، وهاخد محيط الصدر، محيط دوران الصدر، وهاخد الطول بيبقى حسب ما حضرتك عايزه. يبقى انا في الاساس انا عايزه مقاسات معينه اللي هي عرض الكتف، طول حردة الكم، دوران الذراع، وعرض الصدر او محيط دوران الصدر كله. ممكن حضرتك تعملي زراير وعراوي في الفتحة كلها لغاية الديل، وممكن تعملي بس فوق في الحتة بتاعة الصدر وتسيبيه مفتوح بعد كده. زي ما حضرتك شايفة ان احنا استخدمنا لونين في عمل الموديل ده. والجاكيت ده او الفيست ده خد بالظبط شلتين، شلة من اللون الاصفر بس فضل منها شوية، لكن الاخضر خد شلة كلها، والشلة 100 جرام زي ما هوري لحضرتك دلوقتي. اتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة، واتمنى ليكم كلكم الاستفادة. ويلا بينا بسرعة نشوف خطوات العمل. حبايبي، انا هستخدم اللونين دول. الشلة فيهم 100 جرام، وعندي الأصفر بيبي أليزا، وعندي الأخضر ده اللي هو هيمالايا أنتي بيلينج. طيب ممكن حضرتك تشتغلي بنفس البراند، يعني يكونوا الاتنين نفس البراند، أو على الأقل يكونوا الاتنين نفس السمك. يعني لو ما كان، لو طبعا لو في خيط متوفر عند حضرتك دي من براند معين ودي من براند تاني، مفيش مشكلة، بس حافظي على السماكة تكون واحدة للاتنين. اللون الأساسي اللي أنا هشتغل بيه هو اللون الأخضر، والأصفر داخل مكمل للون الأخضر. أنا هشتغل بإبرة 4 ملي. ممكن حضرتك تشتغلي ب3.5، ممكن حضرتك تشتغلي ب3، وده بيفرق على حسب حضرتك درجة شدك للخيط قد ايه او للغرزة قد ايه. انا حبيت اشتغل ب4 عشان يبقى الملمس بتاع الشغل طري، ما يبقاش ناشف ويبقى نازل منسدل. هبتدي اعمل عدد من السلاسل. طول السلسلة 25 سنتي على قد دوران الرقبة اللي هي لعمر سنة. في ناس كتير من حضراتكم بيسألوني ابتدي لعمر سنة او عمر كذا، يعني ابتدي كام غرزة. مفيش عدد من الغرز ثابت لنفس المقاس، يعني حتى لو المقاس واحد، يعني نفترض ان كلنا بنعمل مقاس سنة، عدد الغرز مش هيبقى واحد في ايدينا كلنا. اولا لان درجة شد الخيط بايدين كل واحدة فينا بتختلف من ايد لايد. الحاجة التانية، سمك الخيط اللي حضرتك بتشتغلي بيه غير حد تاني بيشتغل بيه. تالت حاجة، سمك الإبرة. يبقى في عوامل بتتدخل لتغيير عدد الغرز في نفس المقاس الواحد، اللي هي درجة شدك للخيط، درجة سمك الإبرة، درجة سمك الخيط. فعشان كده حبايبي أنا بقول لكم اعملوا السلسلة بأي عدد، لكن تقيسوا بالمتر بعد كده طولها قد ايه المناسب للسن اللي حضرتك بتعمليه. وبعد كده بتستخدمي نفس النسبة اللي انا بقول عليها في تقسيم الصدر او في اي تقسيم اي شغل انا بشتغله، بتعملي نسبة. وانا دايما بقولك اعملي النسبة كذا لكذا، تضربيها في 2، تضربيها في 3، تضربيها في 4، المهم هي في الاخر نفس النسبة. فانا هبتدي باللون الاخضر ده، هبتدي اعمل سلسلة
من عدد من السلاسل، وعدد السلاسل ده هيتوقف على طول السلسلة اللي أنا عملتها. أنا هعمل سلسلة طولها 25 سنتي، ودي بتساوي دوران الرقبة لعمر سنة. هعمل أول حاجة غرزة البداية أو عقدة البداية، ودي مش محسوبة معايا، وهبتدي بقى أعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حبايبي عملت عدد من السلاسل 53 غرزة سلسلة، وال53 غرزة دول أنا هنا مش مرتبطة بعدد معين من الغرز، يعني مش عايزاه يقبل الاسم على حاجة ولا مضاعفات أي عدد، أنا باخد العدد بس 25 سنتي. فأنا عندي هنا 25 سنتي اللي هي دوران الرقبة، وهبتدي أعمل السطر الأول. هلف لفة على الإبرة وأعد 1 2 3، وهدخل في الغرزة رقم 4 وأعمل عمود. السلاسل الأولانية اللي أنا سبتها محسوبة معايا عمود. الغرزة اللي بعدها عمود، وكل غرزة هعمل فيها عمود، مش هسيب ولا غرزة، ومش هزود أي غرزة في أي غرزة، مش هزود غرز زيادة يعني. هشتغل السطر كله بغرزة العمود. خلصت السطر الأول وأخدت الفتلة بتاعت البداية تحت الغرز وأنا بشتغل، وبعدين هبتدي دلوقتي. احنا السطر الأولاني عملنا في كل غرزة غرزة وما زودتش، عشان ابتدي أحصل على الدوران بتاع الرقبة والصدر. هبتدي أرتفع واحدة سلسلة وألف الشغل وأشتغل في أول غرزة غرزة حشو، وارتفع 2 سلسلة. غرزة الحشو مع ال2 سلسلة هيدوني أول عمود. طب ليه عملته كده؟ عشان ما يبقاش مفتح قوي في بداية الشغل. وبعدين الغرزة رقم 2 يبقى دي تاني غرزة، 3، دي كده أنا عملت 3 غرز. في نفس الغرزة التالتة هزود غرزة، يبقى تالت غرزة أنا بزود فيها وأعمل غرزتين مش غرزة واحدة. أول غرزة كانت غرزة الحشو وال2 سلسلة، وبعدين التانية والتالتة اهي. في التالتة عملت غرزة زيادة، وبعدين ابتدي أعد تاني 1 2، وفي الغرزة رقم 3 هعمل غرزتين مش غرزة واحدة. يبقى أنا كده بعمل زيادة. طبعا لما اجي في آخر السطر هدخل في الغرزة التانية بتاعت السلسلة، فدي هتبقى مش معوجة كده، تبقى واقفة. وبعدين هعمل 1 2، وفي الغرزة رقم 3 هعمل غرزتين مش غرزة واحدة، وهشتغل السطر كله بنفس الطريقة دي. شفتوا ابتدت تتدور ازاي؟ عشان احصل على تدويرة الجزء بتاع الرقبة والصدر. عملت هنا غرزتين
وبعدين في آخر غرزة اللي هي السلاسل اللي كنت عاملاها في الأول هبتدي وأعمل الغرزة الأخيرة، وهرتفع واحدة سلسلة وألف الشغل وأعمل غرزة حشو في أول غرزة زي ما اتعودنا، وبعدين 2 سلسلة، فده يبقى العمود الأولاني، وبعدين التاني رقم 2 3، يبقى عملت 3 عمود، وفي العمود رقم 4 هعمل 2 عمود. السطر اللي فات كنت بعمل 2 عمود في 3 غرزة، المرة دي هعملها في رابع غرزة. الطريقة دي برضو بعمل عملية تزايد، 1 2 3، وفي الغرزة رقم 4 هعمل 2 عمود، وهمشي كده لغاية آخر السطر. كل رابع غرزة بزود غرزة زيادة، بعمل في رابع غرزة غرزتين، وهستمر كده. السطر اللي بعده أعمل في خامس غرزة غرزتين، السطر اللي بعده هعمل في سادس غرزة غرزتين، وهكذا لغاية ما أخلص الجزء بتاع طول الحتة بتاعة الصدر لغاية تقفيل الباط. أنا وريتكم كده الطريقة، وهشتغل بنفس الطريقة دي الباقي بين الأسطر، وهاجي أقول لكم عملت قد إيه وكنت بزود لغاية كام. حبايبي كده خلصت الجزء بتاع السفرة بتاعة الجاكيت أو الصدر اللي هو قبل حردة الباط، وبعدين هنشوف المقاسات مع بعض ونشوف حضرتك تحددي المقاسات ازاي. انا هنا ده شكل الصدر الطريقة دي، وهقول لكم ازاي انا حددت الباط بالماركات اللي انا عاملاها او اللي انا حطاها، هقول لكم عليها دلوقتي. هنا بقى حضرتك ازاي توصلي للحتة دي وتقولي خلاص انا خلصت السفرة بتاعت الجاكيت او خلصت الجزء الاعلى عند الباط. حضرتك انا بعمل مقاس سنة، فممكن حضرتك ما تعمليش نفس المقاس اللي انا بعمله، تعملي اصغر او اكبر، لان الموديل ينفع حتى لحد كبير. اول حاجة حضرتك هتعمليها هتاخدي عرض الكتف، انا بعمل مقاس سنة، فعرض الكتف عندي هنا 7 سنتي، وبعدين محيط الذراع هنا ده اللي انا باخده نص محيط الذراع 7 سنتي، 7 في 2 ب14، يبقى ده محيط الذراع مظبوط. وبعدين بتاخدي حضرتك من الكتف لغاية مكان الحردة بتاعة الباط، انا عندي هنا 8.5 سنتي، وبالطريقة دي يبقى حضرتك كمان بتحددي طول الصدر قد ايه لغاية كام هتبتدي تحردي. وفي دوران هنا بتاع السفرة ده بعد كده في الغرزة بيمشي مع الجزء بتاع الجاكيت وهنشوفه مع بعض. طب ازاي انا حددت بقى الماركر ده؟ حضرتك انا عديت الغرز اللي في اخر سطر، الغرز طلعت عندي كام؟ طلعت 154 غرزة. انا هعمل النسبة بين الامام والكم 3:2، النسبة دي ثابتة، وحضرتك يا اما هتضعفيها يعني تضربي في 2 تضربي في 3 تضربي في 5، الرقم اللي هتضربي فيه هنا هو نفسه هنا. فانا طلعت 154 دول قسمتهم ازاي؟ خدت 60 للكمين، كل كم ب30، خدت 46 للامام اللي هو النص الاولاني والنص التاني، وخدت 48 للخلف. طب ليه 46 للأمام أقل من الخلف؟ لأن هنا في مرد هيتعمل فهيزود الجزء والعرض بتاع الأمام. يبقى تاني 30 لكل كم، 48 غرزة للخلف، 23 غرزة لكل نص من الأمام. لو حضرتك جمعتي دول كلهم 48 بتاعت الخلف و46 بتاعت الأمام اللي هي 23 و23،
اللي هي 46 هيطلعوا 94 غرزة، و30 و30 بتاعت الأكمام هتبقى 60. لو جمعت 60 وال94 هيبقوا 154 غرزة. النسبة كام؟ النسبة 30، النسبة 3:2، 30 لكل كم، 48 للخلف، 46 للأمام مقسومة على نصين. حضرتك هتبقى نفس النسبة بتاعت التقسيمة، بس الأرقام عند حضرتك هتختلف. على فكرة ممكن تختلف حتى لو بتعملي نفس المقاس بتاعي اللي هو سنة، لأن احنا قلنا في عوامل بتفرق مع الأعداد دي. عوامل شدة ايدك في الشغل، العامل التاني سمك الإبرة اللي بتشتغلي بيها، العامل التالت سمك الخيط اللي حضرتك بتشتغلي بيه، لأنه بيفرق. لكن النسبة حافظي عليها 3:2. طب انا جبت الارقام ازاي؟ هقولها لك بسرعه، انا مش عايزه الخبطك، بس في ناس بتحب قوي تحسب بالحساب. جمعت النسبتين دول بقوا 5، وقسمت 154 على 5، والناتج مره ضربته في 3 وقسمته على 2 الامام والخلف، والناتج ضربته في 2 وقسمته على 2 على الكمين. لو حابين الناس اللي بتحب تحسب تاني هقولها تاني، تجمعي 3 زائد 2 اللي هي النسبه تطلع 5، تقسمي عدد الغرز كله اللي هي 154 على 5، أنا ركنت 4 على جنب وبعدين زودتهم مع حالي، وبعدين الناتج اللي هيجي من قسمة 154 أو 150، يعني 150 قسمتها على 5 طلعت 30. 30 لكل كم بيبقوا 60، وبعدين 30 في 3 ب90، 90 للخلف والأمام اللي هي كل واحدة 45، وبعدين الأربعة الزيادة أنا ضفتهم على الخلف والأمام، ما ضفتهمش على الكمين. وزي ما حضرتك شايفة أنا لما جمعت طلع كله 154. ولو حابة تاخدي سكرين شوت للورقة دي أو للحسابات دي. طيب هنا أنا عملت كام سطر وزودت قد إيه؟ أنا عملت هنا 7 أسطر، 1 2 3 4 5 6 7، عملت 7 أسطر. السطر الأولاني أنا مزودتش فيه غرز، كنت بشتغل في كل غرزة سلسلة غرزة عمود واحدة. السطر التاني زودت في 3 غرزة، السطر اللي بعده زودت في 4 غرزة، هنا زودت في 5 غرزة، هنا زودت في 6 غرزة، هنا زودت في 7 غرزة، هنا زودت في 8 غرزة. يبقى أنا زودت لغاية 8 غرزة، كنت بزود في 8 غرزة غرزتين بالطريقة دي كده. الأولاني مفيهوش زيادة، التاني زودت في التالت، هنا زودت في الرابع، في الخامس، في السادس، في السابع، في التامن، عشان تبقوا عارفين أنا كنت بزود لغاية فين. هبتدي بقى دلوقتي أشتغل آخر سطر، وآخر سطر ده اللي أنا هبتدي أقفل فيه الأكمام، وده ما فيهوش أي زيادة، خلاص مش هعمل زيادة تاني. والسطر ده برضو هشتغله كله أعمدة. هبتدي بقى أرتفع 3 سلسلة وألف الشغل، وهشتغل في كل غرزة عمود لغاية ما أوصل للماركر. طبعا أنا عدى الغرز دي اللي هي 23 غرزة بالظبط، مش هزود حاجة زي ما قلت لحضراتكم. فهشتغل في كل غرزة عمود لغاية الماركر. وصلت هنا لغرزة الماركر اهي، هبتدي ادخل في غرزة الماركر وهعمل عمود، وبعدين هشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واسيب الجزء ده واروح للماركر اللي بعده واشتغل عمود. يبقى كده قفلت الكم الاولاني. بالطريقة دي يبقى ده نص الامام وده الكم الاولاني، وهشتغل غرزة عمود على كل غرزة لغاية ما أوصل للماركر التاني، ودول عددهم 48 غرزة. فأنا هشتغل فوق كل غرزة عمود.
لسه ما ابتدتش الغرزة بتاعت الجاكيت. هكمل بقى لغاية الماركر ده. وصلت للماركر التالت، هبتدي ادخل فيه واعمل غرزة عمود، وبرضو 5 سلسلة، 4 5، واروح للجزء التاني الماركر الرابع والاخير، واعمل غرزة عمود، وفي كل غرزة برضو هعمل غرزة عمود لغاية ما اخلص الجزء ده. ويبقى ده الكم التاني. وصلت لاخر غرزة، هدخل في اخر غرزة سلسلة كنت عاملاها، واعمل عمود، وبعدين هثبت بغرزة سلسلة وهقطع الخيط، وابقى كده هبتدي بالخيط اللون التاني بالطريقة دي كده. وانا خلصت كده تقفيل تحت الاكمام بالطريقة دي. هبتدي بقى الصدر بتاع او الجزء التاني بتاع الجاكيت. حبايبي انا دلوقتي هبتدي باللون الاصفر، وهبتدي على عدلة الشغل مش على ظهر الشغل. فهبتدي، انا عملت كده غرزة على الابرة، وهبتدي اشتغل من هنا. هدخل في الغرزة الاولى، وابتدي اسحب الخيط واعمل غرزة حشو، وبعدين غرزتين سلسلة، ابقى انا كده عملت العمود رقم 1. وبعدين هدخل في الغرزة اللي بعدها واعمل العمود رقم 2، واعمل غرزة سلسلة، يبقى عملت 2 عمود وغرزة سلسلة. الغرزة الجديدة اللي انا هعملها تقبل الاسم على 4 او مضاعفات العدد 4، فانا هعمل 2 بس في الاول هنا، وهكمل ب2 في الناحية التانية، يبقى كأن الوحدة اللي هي 4 هتبقى نصها هنا ونصها هنا. بعد ما عملت سلسلة مش هسيب اي غرز، هدخل في الغرزة اللي بعدها على طول واعمل 4 عمود في كل غرزة، 1 2 3 4، وبعدين غرزة سلسلة، ومش هسيب غرز، وهعمل 4 عمود في 4 غرز، 1 2 3 4. وغرزة سلسلة، هيبقى الشكل كده، ومش هسيب غرزة واشتغل على طول. تلاتة 4. تنسوش ان انا مش بسيب غرز، انا بعمل سلسلة صحيح بس مش بسيب غرز. 2 3
4. انا هكمل بس لغاية تحت الباط عشان اوريكم بشتغل ازاي تحت الباط. غرزة سلسلة، وبعدين 1 2 3 4 غرزة سلسلة. بشتغل على السلسلة عادي خالص زي الغرز اللي انا اشتغلتها. 1 2 3 4 وسلسلة، وهكمل عادي خالص لغاية ما اخلص السطر كله. هنا برضو انتهيت في السطر زي ما ابتديت، في 4 أعمدة هنا واحدة، وبعدين في غرزة سلسلة، وفي 2 على الحرف زي ما ابتديت برضو في بداية السطر. هبتدي دلوقتي أكرر نفس السطر ده تاني بنفس خطواته. هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلسلة، ايا كان بقى غرزة حشو سلسلتين او 3 سلسلة، وبعدين هبتدي اشتغل عمود فوق الغرزة التانية، لان انا كده اشتغلت فوق الغرزة الاولى اللي هم ال3 سلسلة، وبعدين 1 سلسلة، وبعدين فوق كل عمود عمود. 1 2 3 4 وبعدين 1 سلسلة، وبرضو 4 فوق ال4. 1 2 3 4 و1 سلسلة، وهكمل اشتغل السطر كله زي السطر اللي قبله على طول. خلصت السطر وعملت اخر غرزتين، هبتدي ارتفع 3 سلسلة والف الشغل، وهعمل عمود فوق العمود التاني عشان يبقى عملت ال2 عمود. دي الوحدة بقى اللي هي 4 غرز. هبتدي الف على الابرة 3 لفات، 3 لفات مرة تاني. 1 2 3. وبعدين شايفين ال4 غرز دول تحتيهم 4 تاني في السطر اللي قبله. هدخل في آخر غرزة من ال4 وأعمل عمود أمامي، بس أنا لفة على الإبرة 3 لفات، سبت الفوق ده ونزلت تحت من تحت كده، وهعمل عمود أمامي. هسحب الخيط وبعدين ألف لفة وهاخد غرزتين، ولفة تاني وهاخد لفتين، ولفة تالتة مرة تاني يعني، واخد الغرزتين الاخرانيين، وابقى عملت الخط النايم ده. وبعدين ارجع لل4 تاني اللي انا سبتهم فوق، وهشتغل فوق كل غرزة عمود. 1 2 3 4. وهكرر تاني، انا مش هعمل اي سلاسل، يعني هدخل باللفات على طول 3 لفات على الابرة،
واسيب الأربعة دول وانزل للأربعة اللي في السطر اللي قبلهم، وأدخل عمود أمامي في رابع عمود، وأسحب الخيط وأسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين، وبعدين أرجع على الأربعة تاني أشتغل فوق كل واحدة عمود. 1 2 3 4. أنا لسه بشتغل باللون الأصفر مرة تانية من غير أي سلاسل. 1 2 3. هسيب الأربعة دول وانزل على الأربعة اللي تحت وادخل عمود أمامي في العمود الرابع من الخلف، واسحب الخيط وبعدين أسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين، وبعدين أشتغل تاني على الأربعة اللي هم بتوع السطر اللي أنا سبته. 1 2 3 4. وهكمل السطر كله للآخر بالطريقة دي. كده خلصت الجزء ده واشتغلت غرزتين وعملت غرزة سلسلة ثبت بيها وقطعت الخيط. المكان اللي انا قطعت منه الخيط انا مش هبتدي من هنا، لاني مش هقلب الشغل واشتغل من ورا، لا انا هشتغل باللون الاخضر على وش الشغل برضو. فهبتدي اخد اللون الاخضر واعمل غرزة وبعدين ادخل هنا واسحب الخيط واعمل غرزة حشو وابتدي اعمل 2 سلسلة، ابقى عملت كده العمود الاولاني. وبعدين هبتدي اعمل العمود التاني اللي هو في بداية الشغل، مش بعمل هنا اي حاجة. وبعدين في هنا 4 غرز هشتغل على ال4 غرز، كل غرزة فوقها غرزة عمود. 1 2 3 4. يبقى عملت فوق كل غرزة من ال4 غرزة عمود. شايفين السطر ده السطر اللي انا بشتغل عليه. شايفين السطر اللي تحته، شايفين الغرزة الاولى دي. هبتدي الف على الابرة 3 لفات، والسطر اللي قبل اللي هو ده هنزل واعمل غرزة عمود امامي في اول غرزة، واسحب لفتين ولفتين ولفتين تاني واخر لفتين. بصوا بقى هنا بقى عملت ايه. شايفين دي اللون الاصفر اهو اهو، واللون الاخضر جاي عليه اهو. شايفين الخط ده والخط ده. طيب نعمل واحدة تاني. هنا دول ال4 غرز، 1 2 3 4. هبتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة. 1 2 3
3 4. وبعدين هلف 3 لفات على الإبرة واسيب الأربعة الأصفر دول اللي أنا اشتغلت عليهم وانزل على الأربعة اللي تحتهم دول، وبعدين أدخل عمود أمامي يعني من خلف الغرزة الأولى وابتدي أسحب الخيط وابتدي بقى أسلت لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين، وده هيبقى الشكل بتاع الغرزة. خط أصفر كده وفوقيه كأنه علامة إكس كده الخط الأخضر كده، الأصفر أهو والأخضر أهو. هكمل السطر كله بالطريقة دي. حبايبي كده وصلت لنهاية السطر وعملت آخر غرزتين، وبعدين هبتدي أثبت بغرزة سلسلة وهقطع برضو الخيط. كل الشغل هيبقى على الوش وأسحب الخيط كده. الفتلة اللي كانت صفرة أنا خدتها تحت الشغل وأنا ماشية أهي، آخرها إيه هقصه معاكم. يعني أنا باخد الخيوط بنضف أول بأول وأنا ماشية، دي برضو وأنا ماشية كده ما ابتدي السطر هبتدي أحطها كده وابتدي أشتغل عليها. طب أنا نهيت السطر هنا، هبتدي من أول وجديد السطر ده على وش الشغل. هبتدي باللون الأصفر، يبقى أنا خلاص نهيت اللون الأخضر كده. هاخد اللون الأصفر وأعمل غرزة البداية كده، هبتدي أدخل في السلسلة الأخيرة وأسحب الخيط وأعمل غرزة حشو، وبعدين أبتدي أعمل 2 سلسلة، يبقى أنا عملت العمود الأولاني وهسحب الفتلة معايا. هدخل وهعمل العمود رقم 2، العمود التاني اللي هما بداية السطر، وبعدين هبتدي أخش. شوفوا بقى هنا الأربعة دول، الأربع أعمدة دول أنا هشتغل على العمود الرابع في الأصفر. الأخضر هشتغله فوق الأصفر، هبتدي أشتغله فوق الأصفر. يعني هنا 1 2 3 4، فهلف 3 لفات على الإبرة وبعدين أدخل من تحت الخط الأخضر ده، يعني همرر الإبرة من تحت الأخضر، وآخر عمود أهو، ده آخر عمود أهو، وبعدين أبتدي أسحبه من هنا كده وأبتدي أشتغل عادي الغرزة، أسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين، يبقى أنا جبت الخط ده تحت الأخضر أهو، وبعدين أبتدي أشتغل فوق الأربعة تاني، 1 2 3 4، ابتدي أشتغل على كل عمود عمود، 1 2 3 4، ودي شكلها هيبقى كده. يبقى الأصفر ده داخل من تحت الأخضر، وبعدين هبتدي ألف 3 لفات وهشتغل بنفس الطريقة تحت الخط المايل ده. آخر غرزة في الأصفر في السطر الأصفر ده هبتدي أسحب واخدها بقى من تحت كده، همررها من تحت الأخضر، وبعدين أبتدي أسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين، وبعدين أبتدي أشتغل فوق الأربع غرز، 1 2 3 4. هشتغل من هنا كده، أنا باخد الخيط معايا تنظيف تثبيت، 1 2 3 4. الشكل هيبقى كده. شوفوا الأصفر داخل منين، داخل من تحت
الأخضر، برضو الأصفر هنا داخل من تحت الأخضر، والأخضر كنت عاملاه تحت الأصفر، يبقى الأخضر تحت الأصفر والأصفر تحت الأخضر. أعمل معاكم واحدة تاني. هبتدي ألف 3 لفات وأدخل من تحت الخط الأخضر كده، وأدخل في آخر غرزة أصفر، السطر اللي تحت الأخضر على طول، وأسحب، وابتدي أسحب لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين وبعدين لفتين، وبعدين أرجع للأربع غرز تاني، 1 2 3 4. هدخل في الغرزة الأولى وأعمل عمود، والتاني والتالت والرابع، وهشتغل بقى لغاية ما اخلص الطول اللي انا عايزاه بنفس الطريقة دي، سطر اخضر وسطر اصفر، وبقطع الخيط وبداريه وانا بشتغل، وبشتغل كل الشغل على الوش بتاع الشغل مش على الظهر. ودي شكلها لطيف جدا وهتبقى جميلة جدا، وبعدين بتبقى طرية جدا في اللبس. يعني بصوا الغرزة مخلية النسيج طري. فانا هكمل بقى ونيجي مع بعض نشوف عملنا كام سطر. حبايبي خلصت كده الطول اللي انا عايزاه. عملت كام سطر بالغرزة دي؟ انا هعد الخطوط دي بس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. بالغرزة اللي هي فيها الخطوط دي عملت 17 سطر. هبتدي دلوقتي اقفل الديل ونشوف هنشتغل ازاي مع بعض. انا هشتغل المردات كلها باللون الاساسي اللي هو اللون الاخضر، فابتدي اعمل غرزة البداية كده، وابتدي السطر الاخير فوق السطر الاخير الاصفر ده، هبتدي ادخل هعمل غرزة حشو وبعدين 2 سلسلة، يبقى انا عملت العمود الاولاني فوق العمود الاولاني، العمود التاني، وفوق كل عمود هعمل عمود، بس هسيب الغرزة اللي هي بتاعة الخط المايل ده، وهدخل في الاربع غرز اللي انا كنت بشتغل عليهم. فهدخل هنا، انا باخد الخيط معايا للتنظيف، فوق كل غرزة هعمل غرزة، وانا بكل المردات زي ما قلت لحضراتكم هشتغلها باللون الاساسي ده بالنسبة لي انا اللون الاخضر. بالنسبة لحضرتك شوفي حضرتك ابتديتي الجاكيت او الفيست ده بأنهي لون وكملي بيه. كل السطر هشتغله كده. برضو هعدي المنطقة بتاعة الخط المايل وادخل في الاربعة التانيين على طول، وهخلص السطر بنفس الطريقة دي. هكمل انا بقى السطر، اخر غرزة في السطر، خلصت كده السطر الاولاني. هبتدي ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الشغل. طبعا كل الخيوط دي هتتقطع، انا كله ده مثبتاه بس هيتقطع. عملت اول 3 سلاسل يمثلوا عمود، العمود التاني هعمله من الامام، من امام الشغل، العمود اللي بعده من الخلف، واللي بعده من الامام،
وبعدين من الخلف من الأمام من الخلف، وهستمر كده السطر كله. بعمل عمود من قدام وعمود من ورا، عمود من قدام وعمود من ورا، وده بيبقى الشكل بتاعه من قدام. بعد ما خلصت السطر وصلت لآخر غرزة، هعمل عمود عادي، وبعدين هبتدي ارتفع 3 سلسلة وادخل في الفراغ الاولاني ده واعمل غرزة، يبقى كأني عملت غرزتين. عملت كده، وبعدين ادخل في الفراغ اللي بعده واعمل عمودين. انا كده ماشية على المرد بقى، على الفتحة. ادخل في الفراغ اللي بعده اللي هو في كل سطر، يعني الفراغ بيمثل سطر، واعمل 2 عمود، والفراغ اللي بعده هعمل 2 عمود، وهكذا لغاية ما اوصل لاخر المرد. كل فراغ يمثل سطر بعمل فيه 2 عمود بالشكل ده كده، لغاية ما اوصل لغاية اخر حاجة اللي هي فتحة الرقبة او بداية الرقبة. هشتغل كل السطر ده في كل فراغ 2 عمود وارجع لحضراتكم. وصلت لاخر سطر، هعمل برضو اخر فراغ فيه غرزتين وخلصت السطر كله. هبتدي ارتفع 3 سلسلة والف الشغل واشتغل غرزة من الامام او عمود امامي وعمود خلفي. هبتدي ادخل في العمود الاولاني واعمل عمود امامي اللي هو ده تاني عمود بالنسبة لي، يعني العمود الاولاني كان 3 سلسلة وعمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي من ورا الشغل، عمود امامي، عمود خلفي، امامي يعني الغرزة من قدام الابرة كده، الابرة وراها، وعمود خلفي بدخل كده واطلع بالابرة كده ويبقى العمود من ورا كده، واكمل السطر كله بنفس الطريقة دي. اخر غرزة هعملها في السطر ده، وبعدين هثبت بغرزة سلسلة واقطع الخيط، وبعدين هثبته بعد كده بإبرة الخياطة، وبعدين هبتدي هنا الجزء التاني او المرد التاني. هبتدي ألضم الخيط، اعمل اول غرزة البداية، وبعدين ادخل هنا اعمل غرزة حشو 2 سلسلة وادخل في نفس المكان واعمل غرزة عمود، وفي كل فراغ برضو زي المرد التاني هعمل 2 عمود لان كل فراغ يمثل سطر. هاجي هنا وهعمل 2 عمود، والسطر اللي بعده او الفراغ اللي بعده هعمل 2 عمود زي ما اشتغلت المرد اللي فات بالظبط او التاني.
ما اخلص السطر كله لغاية الرقبة، عند الرقبة. الطريقة دي اخلص لغاية ما اجي للجزء ده بتاع الرقبة. خلصت السطر، هبتدي اعمل 3 سلسلة والف الشغل. والسطر ده في المرد اللي هو السطر التاني هعمل فيه 3 عراوي بس من فوق، مش هعمل عراوي في كل المرد. فانا عملت كده 3 غرز سلسلة. هسيب الغرزة التانية مش هشتغل فيها، والغرزة اللي بعدها هبتدي اشتغل فيها غرزة عمود امامي، والغرزة اللي بعدها عمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي، عملت كده بالنسبة للسفرة بتاعة الفستان 1 2 3 4. هعمل عند ال5 هعمل عروة تاني، يبقى هنا عملت عمود خلفي، هعمل عمود امامي، وبعدين هسيب الغرزة دي واعمل عمود اللي هي كان مفروض عمود خلفي، وهعمل عمود امامي في اللي بعدها. يبقى عملت كده عروتين، هما 3 عراوي بس. يبقى هنا في الاول خالص هنا عملت عروة، وهنا عملت عروة بعد كام غرزة بقى. هنا عملت سبت هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي ال9 عملت غرزة. هعمل التانية برضو كده كده 1 2 3 4 5 6 7 8 وهسيب ال9 واعمل هنا كان مفروض ان ده عمود خلفي وده عمود امامي، ده هيبقى عمود خلفي برضو. سبت واحدة وعملت العروة التالتة، مش هعمل عراوي تاني. يبقى انا عملت 3 عراوي على مسافات متساوية. ممكن حضرتك تقسميها بأي طريقة، وممكن كمان حضرتك تعملي الجاكيت كله المرد كله في عراوي بالتقسيمة اللي هي نسب متساوية بين كل زرار والتاني أو كل عروة والتاني. هبتدي بقى أشتغل. أنا هنا عملت عمود خلفي، هعمل عمود أمامي وأكمل السطر كله، مش هعمل عراوي تاني، واقطع الفتلة بعد ما اخلص السطر. مش هكمل حاجة تاني بعد ده. هنشوف بعد كده الرقبة والاكمام هنعملهم ازاي. بنفس الطريقة هشتغل المرد بتاع الرقبة. هلضم الخيط بس هبعد عن المرد عشان اعلي الرقبة شوية عن اخر زرار انا هعمله، عشان يبقى في جزء باين من الرقبة اعلى من المرد. فانا هبتدي من هنا، هسيب الجزء ده وهعمل 2 غرزة حشو وبعدين 2 سلسلة. هاخد الخيط ده معايا وبعدين ابتدي اعمل غرزة امامية من الامام، عمود امامي، وبعدين عمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي، واشتغل السطر كله بنفس الطريقة كده.
وهو سطر واحد بس، لو حبيتي تعليه سطرين مفيش مشكلة. وهشتغل برضو تحت الباط بالكم بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة. هبتدي برضو كم مع حضراتكم، بس هخلص الرقبة عمود من قدام وعمود من ورا، سهلة جدا زي اللي احنا اشتغلناهم في المردات، عمود من قدام وعمود من ورا، من الامام ومن الخلف. حبيبي هبتدي مع حضراتكم اعمل الكم. انا الرقبة خلاص عملتها زي ما قلت لحضراتكم، هتبقى كده. يعني بصوا هنا طالعة ازاي وهنا طالعة ازاي، يعني الحتة دي نازلة شوية، المرد نازل شوية عن اهو كده، لو شايفينه كده احسن. بصوا المرد فين اهو، الحتة دي والحتة دي بعيدة عن المرد. هاجي هنا في المنطقة اللي هي تحت الباط، هاجي في المنطقة اللي في النص بالظبط، واسحب الخيط واعمل غرزة حشو، وبعدين ارتفع 2 سلسلة. هدخل في الغرزة اللي جنبها واسحب لفتين واسيب لفتين على الابرة، واللي بعدها هسحب لفتين، هيتفضل 3 على الابرة، هاخدهم مع بعض. انا كده بعمل اختصار تحت الباط بس عشان اريح الباط. وبعدين الغرزة اللي جنبها هعمل برضو نفس الحكاية، هسحب لفتين واسيب لفتين، وبعدين ده اول سطر هنا في الاخضر بتاع السفرة، هدخل فيه واعمل برضو اسحب لفتين، هيتبقى 3 لفات على الابرة، هاخدهم مع بعض. يبقى انا كده من الناحية دي وانا ماشية اختصرت مرتين. هبتدي بعد كده ادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل عمود امامي، واللي بعدها عمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي، وهكمل لغاية الجزء التاني، ونشوف الجزء التاني وانا راجعة هعمله ازاي. وصلت هنا للجزء اللي انا هعمل فيه برضو اختصار. هدخل هنا ومش هخلص العمود، وهنا مش هخلص العمود، يتبقى 3 على الابرة، هبتدي اخدهم مع بعض. وبعدين دي مش هخلص العمود، ودي كده مش هخلص العمود، واخدهم ال3 مع بعض، ابقى عملت مرتين اختصار برضو. وبعدين الغرزة الاخيرة هبتدي اقفل فيها وابقى خلصت السطر وريحته. يبقى الكم كده، شايفين الكم عامل ازاي مريح. هعمل سطر تاني وخلاص، واقفل الكم واعمل الكم التاني وخلاص. هبتدي ارتفع 3 سلسلة، وبعدين الغرزة اللي بعدها انا كنت واخدة كده 2 في واحدة، هعمل فيها عمود واحد بس، واللي بعدها عمود واحد بس. وبعدين هبتدي ادخل بقى فوق العمود الامامي امامي، وفوق العمود الخلفي خلفي اهو، وانهي الكم بنفس الطريقة كلها زي ما انا ماشية كده. خلصوا وارجي بقى اوري لحضراتكم الجاكيت كله او الفيست كله. وزي ما حضراتكم شايفين في نهاية الفيديو احنا كده خلصنا الفيست، واديت لحضراتكم المقاسات بالظبط، مقاس عرض الكتف ومقاس دوران الصدر ومقاسات اللي هي طول حردة الكم ودوران الذراع. المقاسات دي زي ما قلت لحضراتكم انا سايبها لكم في الفيديو، يا ريت تشوفوها وتطبقوها، وحبيتوا اي مقاسات تانية ممكن تطلبوها مني في الكومنتات وانا البي كل طلباتكم. حابة اشكركم في نهاية الفيديو على كل تشجيعكم ليا وعلى كل كومنتاتكم الحلوة الراقية الجميلة اللي كلها محبة زي قلوبكم الحلوة، واشتراككم في قناتي ودعمكم ليا. بحبكم كلكم. ثانك يو. باي باي.